بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتعلم حاجة جديدة اسمها Activity Codes. إن شاء الله هي حاجة سهلة وبسيطة جدا. تعالى نروح على برنامج بريمافيرا. هنستخدمها إن إحنا نرتب بيها الحاجات دي بدل ال WBS. تعالى هنا على Enterprise، تضغط على السهم الجميل ديت، هتنزل على Activity Codes، هتعمل هنا كده Modify وهتعمل Add، وليكن مثلا عايزين نضيف أعمال تحت الأرض. أعمال تحت الأرض. طيب جميل. تعالى نضيف تاني أعمال فوق الأرض. جميل. أعمال إنشائية. تعالى هنا برضو أعمال التشطيبات. أعمل كلوز. هتيجي هنا كده هتختار عندنا وليكن أعمال تحت الأرض. عندنا إيه من الأعمال تحت الأرض؟ هنقسمها لنوعين: أعمال خرسانية وأعمال حفر أو أعمال تربة. يبقى عندنا أعمال الخرسانة والتربة مثلا. جميل. يبقى ده أعمال تحت الأرض. طيب تعالى على أعمال فوق الأرض. نسميها أعمال الخرسانة. كويس جدا، نسميها أعمال خرسانة. طيب جميل. عندنا إيه تاني؟ أعمال إنشائية. إحنا عندنا في أعمال إنشائية تنفيذ الهيكل المدني مثلا. وعندنا أعمال التشطيبات. عندنا وليكن مثلا المباني، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد الدهانات والأرضيات. جميل. ولو في حاجة تانية ممكن نبقى نضيفها. طبعا هي جلوبال، أنا بعملها جلوبال للمشروع ككل. كلوز. طيب هتيجي هنا اللهم صل على سيدنا محمد، تنزل تحت هنا كده على حاجة اسمها كودز. طبعا مش هنلاقيها موجودة، هتضغط هنا كليك يمين في أي مكان كاستمايز اكتيفيتي ديتيلز، هتيجي على كودز هنا تعملها تحت، هتلاقيها موجودة عندك هنا. اعمل اوكي، تيجي تضغط لي هنا كده على كودز، وليكن مثلا هنعمل اساين. جميل. طيب أنا عندي هنا أعمال تحت الأرض وليكن الخرسانة. إيه اللي موجود هنا في الخرسانة؟ أعمال تحت الأرض، الخرسانة العادية. هتعمل هنا كده الصين. جميل. طيب خرسانة مسلحة، قواعد، رجاب، أعمدة، مداد، حوائط سندة. أوكي، تحت الأرض. جميل. البيارات والخزانات وخزان الحريق ده كله يبقى تحت الأرض. جميل. عملها الصين. طبعا عملت وعلمت عليها زي ما انت شايف كده. طيب جميل. عندنا ايه؟ احلال اسفل الاساسات والحفر هتبقى موجوده هنا في التربه. علم عليها هنا كده. بعد ما علمت عليهم جيت هنا ممكن دبل كليك هنا علم عليهم عادي. مثلا رحت وقفت هنا هتلاقيها موجوده هنا التربه، وهنا كمان التربه. طيب وليكن مثلا فرشه نظافه، وديت اعمال خرسانه فوق الارض، واعمال مسلحه الاعمده والاسقف. تعالى هنا على اعمال خرسانه فوق الارض، وهنا كده اوكي. جميل. تعال اعمال معدنيه، الاعمال الانشائيه هنا تنفيذ الهيكل المعدني. اوكي. اول حاجه بسيطه وجميله. طيب تعال هنا التشطيبات. عندنا التشطيبات في ايه؟ اعمال مباني، حوائط خارجيه وحوائط داخليه، علمنا عليها. جميل. طيب بالنسبه للياسه كنت اعمل هنا ايه؟ بدل دي كنت اغيرها. تعال نضيف. هتطلع ترجع لي منها خالص هنا انتربرايز بروجكت.
انا عندي هنا في عملت تشطيبات دهانات، وعندي مثلا عزل الارضيات والحاجات ديت واللياسه والحاجات ديت انا مش عملتها. طيب الموضوع ده بسيط خالص. انا ممكن مثلا اسميها التشطيبات ككل، اروح ضايف هنا عامل كده في عملت تشطيبات، اعمال التشطيبات، يعني مثلا وليكن اسميها التشطيبات وخلاص، وهنا اسميها مثلا اكمال التشطيبات. اي حاجه انا مش موجوده هنا مع المباني والدهانات والارضيات اسميها اكمال التشطيبات. هتيجي هنا كودز الساين. طيب ده يكون عندي هنا عزل الارضيات، واضغط كنترول لياسه خارجيه ولياسه داخليه، واجي هنا كده تحت هنا كده عفوا هنا كده واسميها اكمال التشطيبات. اي حاجه بقى انا نسيتها هحطها فيها. دهانات اسمي دي هنا كده دهانات واعملها جميل. طيب عندي الجرانيت والسيراميك والحاجات دي والايبوكسي. الارضيات جميل، حاجة سهلة جدا يعني. واجهات زجاج ستراكشر، تركيب شبابيك، زجاج سكريت. كنت ممكن مثلا اضيف حد كده واسميها هنا اكمال التشطيبات. الفكرة ان انا اعلمك، دي الفكرة في التعليم وليس ان انا احفظك. طيب دي جلوبال. اوكي هاجي انا هنا كده على اللهم صل على سيدنا محمد، هنا جروب اند سورت هضغط عليها هتلاقيها هنا WBS ليفل. طيب تعالى انزل تحت هنا كده اللهم صل على سيدنا محمد. عندي هنا اعمال التشطيبات، ممكن نبدأ باعمال مثلا تحت الارض، شيل دي كده خالص. بعد اعمال تحت الارض اعمال فوق الارض، وبعد اعمال فوق الارض مثلا اعمال انشائية، وممكن مثلا اعمال التشطيبات، وبعديها كمان ممكن نختار اللهم صل على سيدنا محمد كده ايه تحت الارض فوق الارض التشطيبات الانشاء كده. هي كده احنا خلصناها يعني يعتبر كده تحت الارض. ماشي احذف دي اخر واحدة دي. اوكي شوف اتظبطت ازاي. اعمال فوق الارض، اي حاجة فوق الارض زي ما انت شايف كده. طبعا انت ممكن تيجي هنا من جروب اند سورت، ومثلا يعني هنا في هايد اف امتي، لو ضغطنا عليها هنا وعملنا اوكي هتلاقي كان في هنا عندي ملفات. فين؟ ماشي لا مش موجودة. فلنفرض ان كانت في هنا مثلا. طيب لو انا جيت هنا وغيرت وخليت WBS مثلا، عملت اوكي، في ملفات هنا هتظهر معاك مش موجودة. لا انا عايز اشيل الملفات دي، هاجي هنا كده هايد اوف امتي، يبقى انا كده خفيت الملفات دي. يعني اي ملفات فارغة ما فيهاش اي حاجة ما فيهاش انشطة هي اختفت. مثلا رجعنا دي كده هايد اوف امتي، دي ما فيهاش المشاريع ديت ما فيهاش اي اكتيفيتي ولا اي حاجة خاصة. طيب جميل مفيش اي مشكلة. على المصنع دي مثلا عملنا له مثلا ما فيهوش اي انشطة، فهتيجي هنا هايد اف امتي وهكذا. جميل. طيب تعالى هنا نرجع تاني من اول وجهة دي، وليكن انا عاوز اعمل اعمال تشطيبات. شيل ديت تقريبا ديت، وبعد اعمال التشطيبات اعمل اعمال انشائية، وبعد اعمال انشائية اعمل اعمال تحت الارض، وبعد اعمال تحت الارض اعمل اعمال فوق الارض. اوكي وهكذا زي ما انت شايف كده. المباني، الدهانات، الارضيات، وبعديها اكمال التشطيبات، دي اعمال التشطيبات بتاعتنا الجميلة. وبعد الحاجات ديت اللهم صل على سيدنا محمد اعمال التشطيبات اعمال انشائية وهكذا. التربة اعمال فوق الارض، اعمال تحت الارض وهكذا، تلاقيها متقسمة ومتظبطة. يبقى انا كده بدأتها. طبعا التشطيبات كانت فيها مباني وفيها دهانات وفيها ارضيات. انت عندك هنا من جروب اند سورت انت بتختار الترتيب اللي انت عاوزه. يعني انا مثلا ممكن لو اعمل هنا كده اعمال انشائية مثلا،
وانزل شيل كده العلامة ديت. بعد أعمال إنشائية خلي ده أعمال تشطيبات، يبقى أعمال إنشائية هتبدأ وبعد كده أعمال تشطيبات. أعمل أوكي. واخد بالك ترتيبي بيفرق ازاي. تنفيذ الهيكل المعدني، بعدها أعمال التشطيبات، أعمال تحت الأرض، أعمال فوق الأرض. واخد بالك الحاجات دي بتترتب. أعمال إنشائية، الدهانات بقى التشطيبات بتاعتنا، والأرضيات دي في التشطيبات، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.